ادخل بسرعة، ايس كريم مانجا بطريقة سهلة وسريعة جدا، مفيش 3 دقايق وبيخلص ايس كريم طازة وفريش. يا عم عبد العظيم، انت كده هتبوظ الرجيم بتاعنا. عمال تعمل لنا حاجات حلوه وحلويات كده وبتاع، هنعمل ايه بعد كده؟ وبعدين هتعمل لنا اكل رجيم عشان ننزل تاني وتدينا حلويات وايس كريم. الايس كريم ما نشوف الايس كريم بتاعك هيعمل ايه النهارده. الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين في الوطن العربي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في قناتي. النهاردة هعمل لكم آيس كريم بطريقة حلوة جدا جدا ومبتكرة وسريعة، بدون ما تشتري آيس كريم من الشارع أو ما أنتش عارف معمول إزاي. هتشتري آيس كريم ينول آمن وصحي، أنت هتعمله في البيت وعلى الطريقة بتاعتك. محتاجين خلاط وسكر وكريم شانتيه. طبعا الكريم شانتيه لو انت جايبه بسكر او انت جايبها بسكر خلاص مش مشكله، بقى نستغنى عن السكر، لكن انا بحب اجيب كريم شانتيه عندي بدون سكر علشان استخدم السكر بالطريقه اللي انا عايزه. اعمل بسكر دايت ماشي، يا سكر خفيف، يعني اعمل بالطريقه اللي انا عاوزها، بالمكونات اللي انا عاوزها. طبعا عندنا الخلاط زي ما شايفين دي كده الخلاط اهو، ونجهز الخلاط بتاعنا بالشكل ده كده، وهنجيب المنجايه بالشكل ده. وبقى عندنا يا جماعه تلج هنا معمول في قوالب، وعندنا معلقه. هنبدا دلوقتي هنفتح المنجايه، هننضف المنجايه بالشكل ده، هنقشرها بالشكل ده. نقشر المنجايه بالشكل ده، ونبدا نعملها بالسكينه او بالمعلقه بالشكل ده. طبعا هنبدا نقشر المانجا زي ما قلنا بالشكل ده. واحنا دلوقتي في موسم المانجا زي ما انتم عارفين، وهنعمل ممكن تخزنها في الفريزر زي ما انا بعمل، بخزنها في الفريزر برضه، بعمل بيها حاجات كتيره جدا جدا. طبعا كده بنقشر المانجا بالشكل ده زي ما شايفين، وهنبدا ناخد الحاجه اللي هي على المانجا بالشكل ده. طبعا كده ننضف المانجا بالشكل ده زي ما انتم شايفين، بنشيل الحاجه بالشكل ده. كده احنا بنقشر المانجا بتاعتنا، بنشيل الحاجه اللي هي على الجلد بتاعها بالشكل ده. وبكده احنا المانجا نضفناها. طبعا مش هفصل الفيديو عشان خاطر تشوفوا الطريقه للاخر، مش هعمل مونتاج للفيديو ده، اللي هي حاجه واحده بس، مقدمه بس يا جماعه. يبقى احنا كده ايه، قد المانجا يا جماعه عملناها بالشكل ده. كده عملنا المانجا يا جماعه. هنبدا نحط المانجا في قلب الخلاط بتاعنا بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده، وهنحط السكر بتاعنا معاها بالشكل ده، وهنحط الكريم شانتيه بالشكل ده. هنحط كل حاجه يا جماعه مع بعضها زي ما انتم شايفين كده، وهنبدا. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين كده حطينا الكريم شانتيه والسكر، واجي عاملين تلج هنا، عاملين تلج في قلب الفريزر في قلب التلاجة، ونحطه مع الايس كريم بتاعنا. نحط كل حاجه مع بعضها يا جماعه. ليه؟ عشان خاطر الكريم شانتيه بيحتاج تلج عشان خاطر ان هو يبدا يعمل الايس كريم عشان يشد مع بعضيه. وبعد كده نروح ضاربين بالخلاط بالشكل ده واحده واحده
يا جماعه زي ما انتم شايفين كده الايس كريم بيجمد دوت بيشد مع الكريم شانتيه طبعا. وده ابو ايس كريم في ثواني، ما خدش اي وقت، طريقه سريعه جدا. قبل ما نحطه في الفريزر حتى كمان زي ما انتم شايفين شغل ايس كريم. الايس كريم اهوت جميل وبالهنا والشفا. طبعا يبقى بيفضل الحركه كامله باذن الله. وايس كريم طبيعي ما خدش اي وقت خالص. التحضير غير حوالي بتاع 3 دقايق بالظبط اول عن اخر. اشكركم في رعايه الله وحفظه، وما تنساش تعمل لايك وشير الفيديو اذا عجبك. وادي يا جماعه كده الايس كريم بعد ما عملناه اهو واتحط في الفريزر. ايس كريم زيك زي اللي بتشتريه بالظبط، مفيش اي فرق خالص في الايس كريم بين ده وده. وبالهنا والشفا يا جماعه، وده الايس كريم بتاعنا وبالهنا والشفا. متنساش تعمل لايك وشير للفيديو ليصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.